فيديو النهارده هيكون عن لو انت عندك بواقي خرز ومحتاره تعملي بيها ايه. فاحنا دلوقتي هنعمل من بواقي الخرز ده فانوس. فانوس جديد، يعني الجديد فيه نعمله من بواقي الخرز اللي عندك. انت لو عندك بواقي خرز زي دولت كده هنعمل منهم فانوس جميل جدا وشيك، وفي نفس الوقت ولادك هيحبوه او الاطفال يعني هيحبوهم، لان احنا في الفانوس ده هنحط عليه الصوره بتاعتهم، مش هيبقى اسمهم بس، لا هيبقى الصوره بتاعتهم. فانا عندي هنا اللون الابيض، وعندي برضو اللون اللي هو اللافندر او الموف. الخرز ده خرز سداسي، مقاس 10. تمام. انا هشتغل ازاي؟ تعالى اقول لكم. نبدأ مع بعض. بسم الله، نسمي الله. هنبدأ في اللون ده. هاخد جزء من الخيط. انا عندي هنا خيط مقاس 60، ممكن تشتغلي بمقاس 70 عادي، مفيش مشكلة. فانوس سهل جدا خالص، يعني سهل فوق ما تتخيلي يعني. قطعت جزء من الخيط. يلا نبدأ بقى. بسم الله. هنشتغل الفانوس بالغرزة الرباعية، وزي ما قلت لكم ان الفانوس ده هيكون هنحط فيه صورة الطفلة او الطفل صاحب الفانوس. تمام. اول حاجة، وزي ما انتم متعودين في القناة بتاعتي افكار ايمي، ان احنا بنستغل كل حاجة موجودة عندنا، بنعيد تدويرها، بنستغلها في حاجة مفيدة. لو عندي بواقي خرز اقدر اعمل بيهم ايه، لو عندي اي حاجة بنستغلها في القناة. تابعي القناة وهتشوفي فيديوهات جميلة وجديدة ومفيدة كمان. أول حاجة هنضيف 4 خرزات. نركز بقى في الشغل. طبعا احنا عندنا دي هنعمل الفانوس بغرزة رباعية. عندي 4 خرزات، وزي ما احنا عارفين ومتعودين لازم نساوي الخيط بتاعي. تمام. ارجع في الخرزة الرابعة عشان اعمل الحلقة بتاعتي اللي هعمل فيها الايه، العقدية اهي. في الدايرة دي اسحب الطرف التاني. عملت عندي الغرزة الرباعية اهي. تمام. خلي الخرز بعيد عشان خاطر تشوفوا معايا ازاي بنعمل الخرزة. في الطرف الشمال هضيف خرزة واحدة زي ما احنا متعودين اهو. في الطرف اليمين هضيف خرزتين. واحد، اتنين. وطبعا عشان انا ضفت هنا خرزتين فهعمل الحلقة هنا او العقدة هنا في الخرزة التانية. اسحب كده لحد ما تكون عندي الدايرة ديت دايرة اهي، اسحب بيها الطرف التاني. بسحب الطرف التاني اهو. تمام. يبقى انا في الطرف الشمال هضيف خرزة واحدة، الطرف اليمين هضيف خرزتين، اتنين. واحد، اتنين. وارجع في الخرزة التانية.
انا هنا طبعا الفانوس عشان هنحط فيه صورة الطفل او صورة الطفلة صاحبة الفانوس، فهنعمل زي برواز من الخرز، واسحب الطرف التاني كده. احاول وانا شغاله ما الفش الخيط كتير على ايديا عشان ما يزهقنيش في الشغل. يعني اجي اشد الخيط اشده من قريب كده اهو. تمام تمام. زي ما اتفقنا الطرف الشمال هنضيف فيه خرزه واحده، والطرف اليمين هنضيف فيه خرز تاني 2. 1 2. وارجع في الخرزه التانية. هيكون عندي دايره اهي اسحب بيها الطرف التاني اهو. تمام. هنا هضيف خرزه واحده، وهنا هضيف خرزتين. وارجع في الخرزه التانية. هعمل عندي هنا كام حلقه؟ هعمل 7 حلقات. هعمل 7 حلقات. تمام. اهم حاجه في الشغل ان انا اشد الخيط جامد عشان الشغل يبان مظبوط ومترتب. عندي هنا ادي حلقه 2 3 4 5، هزود عليهم كمان حلقتين. في الحلقه ادي اول حلقه، وادي الحلقه التانية. هنا كده انا كونت 6 حلقات. في الحلقه رقم 7 مش هزود خرزه في الطرف اليمين وخرزه في الطرف الشمال، لا هزود 3 خرزات في طرف واحد. ليه؟ عشان انا هبدأ ان انا اعمل سطر جديد. واحد 2 3 4 5 6. الخرزة رقم 7 اللي انا هبدأ بيها سطر جديد كده، السطر او الضلع التاني للمستطيل اللي انا هعمله، اللي هو البرواز اللي هحط فيه الصورة. هضيف في الطرف ده اللي ورا ده 3 خرزات. 1 2 3. وارجع في الخرزة التالتة واسحب طرف الخيط. هنا الخيط جه كله في خرزة في الجنب. ليه؟ لان انا هبدأ الضلع التاني بتاع المستطيل اللي هحط فيه الصورة بتاعت البنوتة او الولد. هضيف هنا خرزتين، طرف فيه خرزتين وطرف فيه خرزة واحدة عادي بقى. بس انا ضفت هنا خرزتين في الطرف ده لان الطرف ده كان كبير شوية عن الطرف التاني، فهنخلي ده خرزة واحدة. واكمل شغلي عادي. ارجع في الخرزة التانية واسحب طرف الخيط. اهم حاجة ان انا اعدي العقدة في قلب الخرزة من جوه. ادي 1 2. انا عايزة هنا 5 حلقات. عندي هنا 2، هنكمل بقى عليهم 3. 1 وهنا 2
وارجع في الخرزة التانية واسحب طرف الخيط. واحد اتنين تلاتة. تمام، انا عايزة دي 5، يبقى لسه فاضل لي 2. اضيف هنا اهو خرزة وفي الطرف التاني خرزتين. طبعا انا قلت لكم ان الفكرة من القناة هي ان احنا نستغل كل حاجة موجودة عندنا. فده بواقي خرز عندي، لا هكمل شنطة ولا هكمل اي حاجة، فنكمل بيها ايه؟ هنعمل بيها فكرة الفانوس. تمام. 1 2 3 4. الحلقة رقم 5 في الطرف اللي بره هنزود فيه 3 خرزات. طبعا انت ممكن تكبري المستطيل زي ما انت عايزة، بس انا بالنسبة لي كده المساحة دي كده كويسة على قد الصورة، وفي نفس الوقت على قد الخرز اللي موجود معايا. 1 2 3. انا ضفت ليه 3 خرزات عشان هبدأ الضلع التالت، وارجع في الخرزة التالتة واسحب الطرف التاني من الخيط. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام، انا هنا الخيط جه في الخرزة اللي تحت دي. تمام، 1 2 3 4 5. تمام، والسطر ده 1 2 3 4 5 6 7. هنا 7، يبقى انا عايزة الضلع ده كمان كام؟ 7. برافو عليكم. عندي هنا 1، يبقى هضيف عليه 6 حلقات. اخلي بالي ان بس ممكن الخيط يلف ويعمل عقدة، اركز في الجزء ده. ادي حلقة، ادي التانية، هزود عليهم كام؟ 5. اضيف هنا 1 وهنا 2 واسحب الخيط. لا اله الا الله محمد رسول الله. فانوس مش هيكمل معاكي نص ساعة لو انتي عارفة الغرز كويس وتعرفي تتعاملي معاها يعني. لكن لو مبتدئة مشي معايا خطوة بخطوة ان شاء الله هتعملي احلى فانوس. واحد اتنين تلاتة اربعة 5، لسه فاضل لي كمان حلقتين، عشان احنا في الضلع ده هيبقى زي الضلع اللي قصاده 7 حلقات. تمام، يبقى في طرف بضيف فيه خرزة والطرف التاني بضيف فيه خرزتين، واللي بضيف فيه خرزتين برجع اعمل فيه العقدة عشان طبعا هو فيه خرز اكتر. تمام، واهم حاجة في الشغل ان انا اشد الخيط جامد، واني
اخلي العقدة تعدي في قلب الخرزة زي كده. بصوا اهي. اما اجي بنقل في السطر التاني او في الضلع التاني بعمل ايه؟ في الطرف اللي بره بزود فيه 3 خرزات. 1 2 3. ليه هنا المرة دي زودت 3؟ عشان انا هبدأ في ضلع جديد من المستطيل، وارجع في الخرزة التالتة واسحب ايه؟ الخيط. كده انا عملت الحلقة رقم 7، وفي نفس الوقت بدأت ايه؟ الضلع اللي ده. هنا أنا المستطيل هنا مش هيبقى متساوي الأضلاع زي ما بيقولوا، عن الضلع ده 7 واللي قصاده 7، اللي فوق هنا هيبقى 5، لكن اللي قصاده اللي هنا هيبقى 4 حلقات. ليه 4؟ عشان أنا مش هعمله مستطيل عادي كده، هو هيبقى هضيف هنا خرزة وهنا خرزتين أيا كان، وارجع في الخرزة التانية واسحب الايه؟ الخيط. ركزي بقى معايا كده، ادي حلقة وادي التانية 2. انا قلت لكم هنا عايزاه 4 حلقات، حلقتين وادي التالتة كده 3 حلقات، فاضل لي ايه؟ حلقة واحدة. هعملها ازاي؟ الطرف ده هزود فيه خرزة، تمام، والحلقة دي او الخرزة دي هعدي منها طرف الايه؟ الخيط، تمام، وارجع ازود خرزة في الطرف ده. يبقى انا في المرة دي زودت خرزتين بس. ليه؟ عشان انا اصلا عندي خرزتين موجودين هنا، 1 2. هزود خرزة واحدة وارجع اعمل فيها الايه؟ العقدة بتاعتي، الحلقة اللي انا هسحب فيها طرف الخيط التاني اهو. شفتوا الشكل بقى عامل ازاي؟ اهو. هنا 5 حلقات، هنا 7، هنا 4، وهنا 7. 7 قصاد 7، 5 قصادهم كام؟ 4. عادي انا ممكن اكبر المساحة زي ما انا عايزة او اخليها كده، مفيش مشكلة. انا بالنسبة لي كده مظبوطة. ليه؟ ان الصورة عندي كده يا دوبك اهي اهو، تمام. يعني الصورة على قد البرواز اللي انا عملته. هعمل من البرواز ده 4، دي عندي واحدة، هعمل كمان 3. بس قبل ما اعمل لسه عايزة اعمل ايه؟ زي هنا دي كده. تعالوا نشوف ازاي هنعمل. انا خلاص عملت البرواز بتاعي، عايزة اعمل له كيرف او حرف كده يعني. عندي خرزة على الخيط هضيف عليها 3، 1 2 3، وارجع اسحب الطرف التاني. سحبت الطرف التاني، شايفين الخرزة دي اهي، هعدي منها الخيط اللي جنبها على طول، هعدي منها. بقى عندي كام خرزة هنا؟ عندي 2. هزود عليهم 2 في الطرف اللي انا ما عدتش منه الخيط، اللي ما عدتش الخيط من الخيط اللي هو على ايدي الشمال. هزود فيه ايه؟ خرزتين، 1 2. ليه 2؟ عشان انا عندي 2 اصلا على الخيط، وانا بشتغل بغرز رباعية. اعمل الحلقة بتاعتي واسحب طرف الخيط. سحبت طرف الخيط، هشد كده. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان العقدة تدخل في قلب الخرزة، والطرف اللي على ايدي اليمين اعديه من الخرزة برضو دي، خرزة واحدة بس، اعديه من خرزة واحدة بس، تمام.
وارجع الطرف التاني، يبقى في طرف بعدي منه الخيط اللي موجود عندي اصلا، قصدي الخرز اللي موجود عندي، والطرف التاني بزود فيه الخيط. بزود فيه كام خرزة؟ 2، 1 2، والف واسحب الخيط اهو. اعدي الخيط من خرزة واحدة. زي ما قلت لكم، فكرة الفانوس المرة دي الاختلاف فيها ايه؟ الاختلاف فيها ان هو هنحط فيه صورة الطفلة او الطفل صاحب الفانوس. طبعا الاطفال بتفرح بالحاجات دي قوي، ان يبقى في فانوس مخصص باسمهم او بصورتهم، وبصورتهم بيبقى الفرحة اكتر يعني. فانوس عليه صورتي، مش صورة حد تاني ولا عادي يعني. تمام. هما الاطفال بيفرحوا بالحاجات دي اهو. اعدي واسحب ايه، اعدي الخيط من خرزة واحدة، واضيف الخرزة الطرف التاني خرزتين 2. اضيف خرزتين وارجع واسحب الطرف التاني. يا ريت لو مكمله معايا الفيديو لحد هنا ما تنسيش اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو. كلنا عارفين حاجه شكل كده. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعليق حلو كده منك. واتمنى ان الفيديو يكون يعني مفيد ليكم زي ما يوسف ابني قال لي كده، تستفادوا منه. وما تنسيش اللايك. تمام اهو. هعدي، هعمل داير حوالين البرواز اللي انا عاملاه ده كده. اخد خرزة واحدة بس اهي، واضيف خرزتين. يبقى انا هاخد خرزة واحدة واضيف ايه، خرزتين. اعدي الخيط من خرزة واحدة واضيف عليها خرزتين. طبعا القناه فيها افكار كتير، وفيها كمان لو انت حابه تعملي مشروع معين او كده في الكومنت، انا نزلت لك فيديو عندك برضه في القناه فيه ازاي تعملي شنطه خرز وازاي تعملي شغل رقميه. من غير تدوير لاي حاجه موجوده عندك. ارجع الخرزه اسحب طرف الخيط. انا الفيديو ده يعني ماشي معاكي واحده واحده، انا بصراحه فيديو ولا فهمت وكملت حاجه بره معاكي واحده واحده. عايز اقول لك ان النتيجه هتعجبك جدا وهتبقي مبسوطه وراضيه، لان في ساعات الواحد بيعمل شغل خاص كل حاجه، بس ما يبقاش راضي عنك، لكن دي هتعجبك ان شاء الله. فرحي عليك.
او حتى لو عملتي مشروع ليكي حاجه حلوه داخل ليكي يعني حاجه في المشاريع الهاند ميد ان انت بتشتغلي وانت عارفه ما انتش ملتزمه بوقت ولا بمكان ولا بميعاد ولا اي حاجه وقت انت فاضيه بتشتغلي بس. شوف بقى دلوقتي عملت اهو، شايفين؟ نكمل الجزء التاني. هكمل بقى الجزء ده زي ما انا وريتك كده. زي ما اتفقنا نعدي الخيط من خرزة واحدة، وفي الطرف التاني هضيف خرزتين اتنين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زي ما قلت لك، لو انت حابه تتعلمي اي حاجه اكتبي لي في الكومنت وانا اعمل لك فيديو مخصوص ليها. شغل تطريز، شغل مكرميه، شغل خرز، شغل حتى الرسم، شغل كونكريت، ريزن، اي حاجه اكتبي لي وانا اعمل لك ليها فيديو مخصص. كروشيه برضو، شغل كروشيه. اكتبوا لي في الكومنت عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه، يعني عن فيديو اعادة تدوير، ولا نتعلم مثلا حاجة، ورشة جديدة مثلا. ورشة. منتظرة ردكم في الكومنت ان كان الفيديو الجاي هيكون مثلا خرز برضو، ولا مكرمية. كده دي اخر حاجة، اخر عقدة بقى او اخر حلقة قصدي، بعدي الخرزة الخيط من حلقة من خرزتين اتنين خرزة، والخرزة دي كمان. ليه؟ عشان انا كده خلاص عايزة الخيط يطلع كده هنا علشان اقفل، وهنا هضيف خرزة واحدة بس. ليه هضيف خرزة واحدة؟ لان انا الخيط معدي من 1 2 3 من 3 خرزات، يبقى انا فاضل لي كام خرزة؟ فاضل لي خرزة واحدة. المتابعة والتكرار هتعلمك برضو، هتستفادي حتى لو انتي مش بادئة في الشغل ده دلوقتي، او انتي حاسة ان هو صعب. لا، اتفرجي على فيديوهات كتير وهاتي وجربي، اشتري خامات وجربي، بس ما تشتريش خامات كتير. انا هنا عملت اول شباك للفانوس. الجزء ده هعمل منه كام قطعة؟ 4 قطع. ادي 1 2 3 4 4 قطع زي ما انتوا شايفين. انا عملت من القطع دي كام قطعة؟ 4 قطع. 1 2 3 4، كل 2 مختلفين، لان انا بستغل الخيط الخرز اللي متبقي عندي. ممكن اخليهم كلهم لون واحد عادي، ممكن، مفيش مشكلة. طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ عايزين نشبك كل 2 من دول مع بعض. كل 2 من دولت هشبكهم مع بعض. انا هنا جبت خيط وطلعته من الخرزة دي، تمام. اهي الخرزة اللي هنا دي، مش اللي فوق هنا، اللي هنا. وايه، ودي اخليهم الاتنين قصاد بعض كده، تمام. هبدأ بقى ايه؟ اضيف في الطرف اللي فوق ده، هضيف فيه خرزة، تمام. انا ضفت خرزة اهو، هرجع اعدي من نفس الخرزة اهي، الخرزة دي اعدي الخيط منها من خرزة واحدة بس، اعدي الخيط من خرزة واحدة بس اهي. الخيط طلع عندي هنا اهي من خرزة واحدة، تمام. اصبح عندي هنا كام خرزة؟ 1 2 3. اشبك بايه؟ بالرابعة. اضيف واحدة وارجع اعمل فيها الحلقة، وارجع اسحب طرف الخيط واشد. بس اعدي بس كده انا
شبكت 2. الطرف اللي ناحية الخيط الخرزة دي اعدي من خرزة واحدة، خرزة واحدة بس، والطرف التاني اعديه من خرزة برضو واحدة بس، واضيف خرزة. يبقى انا هنا هضيف خرزة واعمل فيها العقدة واسحب ايه، واسحب طرف الخيط اهو، اعدي من خرزة والطرف التاني اعديه برضو من خرزة واحدة واضيف خرزة، واسحب طرف الخيط. تمام. يبقى انا هعدي الخيط من خرزة واحدة الطرف التاني هعديه برضو من خرزة واحدة واضيف خرزة اللي انا هعمل فيها العقدة. يا رب يكون الشرح كده واضح ليكم. واضيف خرزة واحدة. ودي اخر حلقة او اخر خرزة انا هضيفها. تمام. انا كده قفلت 2 مع بعضهم. تعالوا بقى نشوف احنا ايه هنكسر الشغل ده ازاي. شايفين اللي انا عملتها قفلتها اهي، شايفين سمعت الصوت اهي، زي ما كسرت هنا هكسر الناحية التانية اهي اهي. شفتوا بقى كده انا شبكت 2 مع بعض بنفس الطريقة. وادي الشغل هنا اهو، هرجع زي ما انا شبكت ال2 دول هشبك ال2 دول بنفس الطريقة. تمام. هشبكهم مع بعض وارجع لكم تاني. انا هنا شبكت ال2 دول بنفس الطريقة دي، هرجع دلوقتي اشبك دولت مع بعضهم بنفس الطريقة برضو. تمام. هشبكهم مع بعض وارجع لكم تاني. انا هنا شبكت او جمعت ال4 براويز مع بعضهم. هعمل ايه بقى قبل ما اقفلهم؟ عندي ازاز. تمام. انا هحتاج الازاز لان ايه هضيف عندي الصورة، وعندي الاكريليك هنا. تمام. هقطع نفس الجزء ده من الاكريليك
اهو بالمقص عادي، بنقطع بالمقص عادي مفيش مشكلة. يبقى انا عندي هنا اكريليك وازاز. تمام. هضيف بقى هنا اهو عندي هنا بقى الصمغ ال7000. هاجي هنا واضيف الازازة في نفس النظام هنا برضو. اهم حاجة بقى ان انا اضيف حاجة تقيلة كده عشان ايه اللزق ده يمسك في الحاجة.